انا ما بزهقش. طب تصدق الجمله دي عميقه، انا ما بزهقش، لا اشعر ابدا بالملل. ليه؟ لاني دايما متصله بنفسي. امتى الانسان بيشعر بالملل؟ لما بيبقى دماغه كده مش عارف يسيطر عليه وعايز يهرب، فمش عارف يقعد مع نفسه. انا هكلم فلان هو ما بيردش، طب انا اروح لعلان مش عارف ايه، طب اروح هنا ولا هنا، زهقان قوي مش عارف اعمل ايه. اللي هو انت في عدم راحه وفي عدم مواجهه. بس احنا جوانا كتير، قلت لك الخير والشر والنور والضلمه، وعملت كده هدنه وسامحت نفسك على حاجات وتقبلت حاجات وشكرت نفسك على حاجات وقدرت نفسك وكنت ممتن ليها. لعمرك هتزهق، ولا عمرك هتحس انا محتاج حد يكملني، ولا عمرك هتحس انا محتاج اضافه او عندك نواقص. هتكون ممتلئ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حبيت نبدأ لكم الفيديو بكلمات اللي كنتوا تسمعوا فيها تاع اتصل بنفسك لكي لا تحس بالملل. اتصل بنفسك، اجلس مع نفسك باش ما تحتاج حتى واحد، باش ما تلجأ لحتى واحد، باش ما تبقاش تقول لا لازمني يكلم هذا، لازمني يكلم انا ملان، انا قلقان. لا، مرة على مرة كما قالت، اجلسوا مع أنفسكم، أعطوا هدنة لنفسكم، شوفوا الحوايج اللي تحبوها اللي ما تحبوهاش، يعني اخدموا على أنفسكم أكثر شيء، هكا ما تحسوش بالملل. نبدأ الفيديو تاع اليوم إن شاء الله وانتم بألف خير يا رب، وانتم تتفرجوا في هذا الفيديو يوصلكم في سلام وخير دائم. خرجت وخرجتكم معايا هكا دورة خفيفة، منها طليت عليكم فيديو ومنها درت لكم فيديو متنوع. خرجة شرينا فيها الحوايج اللي ناقصتنا، وشريت فيست تاع الشتاء كما راكم تشوفوا. خيرت اللون هذا وخيرت القماش هذا يكون خفيف وفي نفس الوقت الفوق يعني في الرقبة يكون دافي. انا عندي مشكل في الكتف، في كتفي كي يقيسني الهواء البارد الصباح ولا كي نخرج هكا غريب نحس منه. على هكاك خيرت فاست خفيفة، ولكن في الرقبة واليدين فيها الفورير هذاك يغطي على البرد. هذا هم. بعد رحنا لزوز سوبيرات، نظن سوبيرات هذوما تاع الشط، رحنا الجالوري ورحنا البنستاسيوم قدام بعضاهم. هنا كان زوجي يحوس على واحد الريحة هكا معطر الجو ما لقاهاش. هو يحوس اصلا عليها وما هوش عارف حتى اسمها، يعني مقمرات قمار. فاضطر انه يجرب تقريبا معظم هاد الروايح كامل، وفي الاخر ما شرى حتى واحدة، يعني ما خير حتى واحدة من هالروايح كلها، حسهم مكان. المهم في الاول دخلنا الجالوري على اساس باش يختار منه، بعد ما لقاش راح البنستاسي تاني كيف ولينا شرينا هكا حوايج خفاف، راح نوريه لكم في اخر الفيديو. هنا حبيت نوري لكم برك جولة خفيفة، يعني احنا خرجنا قريب المغرب أذن في الطريق، ودرنا قبل رحنا الحوان تاع الملابس، يعني ما دورتكمش في الحوان الكل. ومن بعدها قلت لكم رحنا للسوبيرات. شوفوا الشمعة هذه نوري لكم فيها كبيرة، تسوى 180 نظن، وكاين ما أقل منها ثاني. هاي فيها ريحة الورد، هذيك فيها ريحة القرفة والتفاح، وهذه الله أعلم ورد. المهم قلت لكم نلقوا فيها غاشي كبير، يعني جويه بعد عشاء المنطقة هذه تاع الشط يقعدوا الحوان تاعهم مفتوحين، يعني الناس الخدامة والناس اللي ما يسيبوش الصباح يخرجوا العشية يلقوها البلاصة هذه حالة. فيها كل شيء، فيها ملابس تاع الكبار تاع الصغار، الأواني، فيها السوبيرات، فيها لي بازار، فيها كل شيء. المنطقة هذه حبيت برك ندير لكم هكا دورة خفيفة، لأن ما زانيش الوقت باش نقعد نصور ونختار وندور. فهذا وش كتب، يعني الفيديو هذا وجه. المهم هذاك الغاشي الكبير ما نقدرش نصور والغاشي يبان، يعني صورت لكم هكا مقتطفات في الفيديو باش تشوفوها. ان شاء الله يوصلكم الفيديو وانتم بخير. ما تنسوش الاعجاب والاشتراك، اذا راكم جدد فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللي راهم معايا ويعرفوا قناتي مرحبا بكم، وان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اكتبوا لي في التعليقات واش يعجبكم الفيديو، واش حابين ندير لكم من فيديوهات اخرى. وهنا كما قلت لكم هنا خلاص كملنا الدورة تاعنا ورايحة. راح نوريكم في اخر الفيديو، راح نوريكم
المشتريات الخفيفة اللي شريتها. وهذه هي كانت خرجتنا، وراح نروح معكم نوري لكم واش شرينا من لي سوبيرات. هنا نسيت ما وريتلكمش، شريت مواد تنظيف، يعني قابلني غير صابون الحجر وريته لكم. رحت باش نروح نجيب لكم الحوايج الاخرى من الكوزينه، وبديت نوري لكم في المناشف هذوما شريناهم من بازار اخرى. ما صورتها لكمش كي كنت في وسطها، ما صورت لكمش. انا قلت لكم صورت لكم غير حوايج خفيفه برك، واشتركتها معكم في فيديو هكا باش ما نقطعش عليكم الفيديوهات، لاني حاسه روحي عندي مده ما حطيتش. فجاء هذا الفيديو في الطريق هكا مقتطفات خفاف. قلت لكم شريت مواد تنظيف، شريت مناشف صغار وتاع الوجه، وشريت الفاست هذه. واش رايكم فيها؟ واش رايكم في لونها؟ انا حبيت نختارها في الاسود تاعها، ولا الكحل تاعها جاي لونه اشهب، شغل ضاربه الجفال، كي تشوفوها تحسوها قديمه. على هكاك خيرت اللون هذا. هذه هي اللافاز اللي خيرت. وهذا اللون الكحل اللي قلت لكم اللي كنت حنشريه، عاود بطلت دورت راي وشريت اللون هذاك. اما بالنسبه للسبارادرا هذه اللي راح تبان لكم ان شاء الله عن قريب، راح نبدا نخدم سبارادرا معكم. سبارادرا ولا نقش الحنه تاع الاعراس. انتظروني فيديوهات قادمه ان شاء الله. نتمنى النجاح للجميع.